في احتمال كبير إن الشخص اللي مش قادر تنساه مش هو المشكلة، المشكلة في حاجة أخطر. تخيل إنك صحيت الصبح وكل حاجة ماشية طبيعي، وفجأة أغنية أو مكان أو حتى ريحة عطر، وفي أقل من ثانية الشخص ده رجع لدماغك كأنه عمره ما مشي. طب ليه ده حصل؟ هل لأنك لسه بتحبه؟ مش بالضرورة. في علم النفس المخ مش بيخزن الأشخاص بس، بيخزن المشاعر اللي عاشها معاهم. كل ضحكة، كل رسالة، كل لحظة أمان أو خوف بتتسجل جواك كرابط عاطفي. ولما العلاقة تنتهي من غير تفسير واضح أو من غير فرصة تقول كل اللي جواك، المخ بيرفض يعتبر القصة انتهت. بيفضل يراجع الذكريات مرة ورا مرة، مش لأنه عايز يعذبك، لكن لأنه بيحاول يفهم إيه اللي حصل وليه حصل. وده سبب إنك ممكن تكون عايش حياتك بشكل طبيعي وفجأة تلاقي نفسك سرحت فيها من غير أي سبب واضح. لكن في حاجة أخطر، مع الوقت ناس كتيرة بتفتكر إنها مشتاقة للشخص، مع إن الحقيقة إنها مشتاقة للإحساس اللي الشخص ده كان بيقدمه. الإحساس إن في حد فاهمه، الإحساس إن في حد مستني رسالته، الإحساس إنهم كانوا مهمين جدا في حياة بعض. العقل بيبدأ يربطه بالشخص نفسه، وده يخليك تفضل تدور عليه رغم إن اللي ناقصك في الحقيقة مش هو. اللي ناقصك هو المشاعر اللي كان جواه. عشان كده أول خطوة للنسيان مش إنك تحارب الذكرى، لكن إنك تبني مشاعر جديدة تخلي عقلك يبطل يرجع للماضي كل شوية. لأن الإنسان مش بيعيش على الأشخاص، الإنسان بيعيش على المشاعر اللي الأشخاص بيسيبوها جواه.